رأيت شمس. شمس إيه؟ شمس وخلفها قمرين. إيه؟ ثم سمعت صوت يقول لي سمعت صوت يقول لي سيدخل نور القمرين في كل مكان، يدخل نورهما إيه؟ في كل مكان حتى الذي لا تتوقعه يدخل فيه نورهما. وقال إيه؟ لي اسم القمر الأول عبد القادر. نعم. والقمر الثاني اسمه عبد الباسط. نعم. عبد القادر يمتاز بالأعمال. نعم. وعبد الباسط بالسلاسة. نعم. ثم قال لا للأحزاب، لا للطائفية، لا للحركات، ولا للرايات، وجميعها تسقط، ولا للتفرقة وتساوى العباد. ولا للتفرقة إيه؟ ويتساوى العباد ويجتمعون تحت راية. نعم. وكلمة واحدة، وهي أنها لا إله إلا الله. نعم. وهي أنها لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. كررها مرتين. ثم قال لا للحرب للسلام. نعم. لا للفتنة للأمن والأمان. نعم. لا للضعف للقوة. نعم. ثم قال سيأتي شخص، وقلت له من هو هذا الشخص وما اسمه؟ وقال لي إنه عبد من عباد الله الأطهار. من عباد الله الأطهار. نعم. ومن صفاته إنه ستلين له الصعاب إن شاء الله، وإذا أراد أمرا يتحقق إن شاء الله، وتسهل له الأمور إن شاء الله، ويمتاز بالأمر وليس باللين. ويمتاز بالأمر وليس باللين. نعم. بالأمر وليس باللين. نعم. يعني يأمر وليس باللين. نعم. ويمتاز بالقوة والسلاسة والأعمال. نعم. فقط هذا هو. عبد الباسط. نعم. والآخر أول شيء عبد القادر. القمر الأول عبد القادر. إيه؟ القمر الأول. إيه؟ والقمر الثاني اسمه عبد الباسط. عبد القادر يمتاز بالأعمال، وعبد الباسط بالسلاسة. كم عمرك يا أم سارة؟ 34. متى رأيت الرؤيا؟ 3 أسابيع. من 3 أسابيع. وين تسكنين أنت؟ بأي مدينة؟ أنا بالمنطقة الشرقية. الشمس اللي رأيتيها نعم. هل جزمتي في المنام وين هذه الشمس؟ هل هي في المملكة؟ هل هي في دولة أخرى؟ هل هي في دولة مجاورة؟ لا يعني شمس فقط، شمس وخلفها قمرين. وين لم يحدد المكان. ما حددتي مكانك أنت بغض النظر عن الشمس؟ أنا بالسعودية. أي يعني كنت في المنام معروف المكان اللي تجلسين فيه ولا ما ركزتي فيه؟ لا يعني ما في ركزنا فيه، يعني ما ركزت. الشمس خلفها القمرين. نعم. عبد القادر وعبد الباسط. نعم اسمهما. وقال شخص يتكلم. أي. يعني سيدخل نورهما في كل مكان حتى الذي لا تتوقعه يدخل فيهما نورهما. واسم القمر الأول عبد القادر، واسم الثاني عبد الباسط. وحدد لي يمتاز بالأعمال، وعبد الباسط بالسلاسة. أنت من رأى الرؤيا؟ نعم. الرؤيا والله يا أختي الكريمة، ولعل الجميع الآن من يشاهدنا من الناس في داخل البلد أو خارجها يدرك أنها لا تخصك، بل هي لعموم المسلمين، وهي إن شاء الله مولد وإن شاء الله عهد جديد. وأعني بالعهد الجديد أي الخير المقبل على إن شاء الله عموم المسلمين، ولا تخص هذا البلد فقط بل هي لعموم المسلمين. وهي من جهتين بأمر الله جل وعلا، وهي إن شاء الله فتوحات للإسلام. أعني بالفتوحات لا أعني بالحروب وغيرها، أعني بالفتوحات الخير الذي سينفتح لأهل الإسلام من جهتين. لعلي أفصل بهذه الرؤيا، لكنها رؤيا عجيبة حقيقة. مضطر أن يعني أخبرك بشيء وكذلك المشاهدين. فيها جزء واضح وجلي ومكشوف
لكني أعتذر عن تعبيره لأنه لا يمكن أن يعبر بهذا أو أمام الملأ، لكن أبشر بهذه الرؤيا وهي واضحة المعالم بخير عظيم جدا ستسبقه أحداث متسارعة أو حدثين عظيمين في وقت متقارب، ولكن يعقبها خير لعموم المسلمين، كما أخبرتك وأخبرت أيضا وأعلنت أني لا أستطيع حقيقة أن أبوح بهذه الجزئية، علما أني في رؤى سابقة لم أمسك عن رؤيا أبدا مرت علي إلا بهذه الرؤيا، فأبشر بها عموم المسلمين سواء إخواننا في مصر أو في سائر بلاد المسلمين، وهي إن شاء الله خير. ومشكورة حقيقة على سرد مثل هذه الرؤيا الهامة جدا والمؤثرة جدا. ويبدو لي أيضا إذا كانت الرؤيا من أسابيع فليترقبها الناس، الله أعلم أنها في غضون الشهرين القادمين، فربما تبدأ معالمها بشكل سريع وغير متوقع لعموم الناس، غير متوقع على الإطلاق، ربما تبدأ في لعل بوادرها أن تظهر في هذا الشهر، لكن المؤكد والله أعلم أنها في الشهر القادم ستظهر معالمها وينكشف الستار عنها وتحدث هذه الأحداث المبشرة أو التي سيعقبها خير إن شاء الله لعموم المسلمين. أرجو الله اللطف بالعباد وأن يكون إن شاء الله خير وأبواب لا تنغلق إن شاء الله من الخير تعم المسلمين عامة، والله أعلم. يسر الله أمرك يا أم سارة وشكر الله لك على هذه الرؤيا. طيب شيخ عندي سؤال. سم. بالنسبة ألو شيخ؟ أسمعك أخي الكريم. هل الرؤيا السابقة لها علاقة بخروج المهدي؟ دعني أحدثكم، لأن الرؤيا أنا أخبرتكم وللجميع، دعني أحدثكم في نهاية الحلقة بمشيئة الله. ورؤيا أختنا حقيقة والكل سمع هذه الرؤيا وعجب منها بما فيها من أحداث، وبعض الناس يقول هل ممكن أن تكون هذه الرؤيا تدل على أحداث كبيرة جدا ومرتقبة وأنها يعني يحدث بها أحداث؟ أقول بهذه الرؤيا نعم، وهناك من الرؤى يمكن الكلام في بعض الرؤى أو بعض التعبير لا يعني في رؤى كثيرة تأتيني وهي مبشرة بخير وبأحداث مستقبلية ربما لا يتصورها أحد أنها تحدث، وتحدث بها يعني تدل الرؤيا عليها، وهي رؤيا ومن المؤكد أن سيكون هناك أحداث غير متوقعة كما حدث في محيطنا في الجوار في الدول على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يحدث أحداث كثيرة جدا غير متوقعة، لكن هذه الأحداث في هذه الرؤيا عظيمة جدا. وبعض الأحداث لو صرحنا بها أخذ الناس فيها بالكلام بين مصدق وغير مصدق سواء بالرؤيا أو بغيرها أو يعني ملتبس عليه. بعض الناس حينما تسرد بعض الرؤى يقول ربما كان السائل يعني ربما يكون في الرؤيا شيء أو أنه أضاف أو شيء. الرؤى واضحة جدا واضحة المعالم ولها علامات تتبين جدا واضحة، وأحداثها كفلق الصبح، وتسلسلت الأحداث بما سمعتم وهي أحداث عجيبة. ولأول مرة في يعني ما أذكر إلا أني أمسك عفوا عن التعبير فألمح حول التعبير، لكن أنا أقول بهذا اللفظ أمسكت عنها ولا أستطيع أن أصرح بذلك. يعني هذه من الحقيقة الأشياء النادرة التي تتكرر عندي، ربما أمسك دون الكلام هذا، لكن كان يعني الواجب علي أن أبين أن هناك فعلا في أحداث كبيرة جدا وهي خير إن شاء الله. بعض الناس كلما قيل في أحداث وتغيرات وكذا يظن أنها، لا أقول إن شاء الله تربط، أنا متفائل والرؤيا واضحة المعالم والكل هذا النور الذي خرج وملأ كل شيء. ومن عبد القادر بالأعمال عرف بالأعمال أو كذا، وعبد الباسط أيضا بالسلاسة، فكانت واضحة المعالم جدا وهي إن شاء الله أنها خير لعموم المسلمين. لكن من المؤكد لما كانت الشمس موجودة دل على أن سيسبقها حدث كبير جدا ثم تتتالى هذه الأحداث بشكل متسارع جدا. سألنا أخونا الكريم قال هل هذا يعني خروج المهدي المنتظر؟ فأقول في الرؤى بشارة خير لعموم المسلمين وأمسك عنها وأولها لخير، وأيضا أنا لست يعني ما أحولها ولا أؤولها لشيء آخر، لكن أقول
أبشروا يا أهل مصر ولعموم المسلمين، لكنها كأنها فيها إشارة أيضا إلى أخواننا في مصر أن الخير قادم لعموم المسلمين ولكم أيضا إن شاء الله، فترقبوه قريبا إن شاء الله. وهذه الرؤية لا تدل على زمن بعيد أبدا على الإطلاق، بل هي قريبة جدا، وهي أحداثها ربما تظهر في هذا الشهر الكريم، ثم يليها الأحداث المتسارعة التي ذكرناها لكم. أرجو الله أن يكون الخير لعموم الناس، وهذا الناس حينما يسمعوا مثل هذه البشائر ما الواجب علينا؟ أن نسأل الله جل وعلا من واسع فضله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعم الخير. بعض الناس يعني يربط دائما الأحداث بأشياء كالحروب وغيرها والمتغيرات وكذا، هذه أشياء واردة، وهذا الصراع موجود من قديم الزمان، وهذا الصراعات موجودة، لكن أقول في الرؤيا هذه خير إن شاء الله نترقبه، ونسأل الله جل وعلا أن يعجل بهذا الخير.